أهلا بكل مستمعي إذاعة الشرق الأوسط. معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الرحمة مع النفس والصوت الداخلي، وإزاي أوقات بنرضي الناس على حساب نفسنا. والنهاردة هنقرب من نقطة مهمة جدا بتأثر على أغلب العلاقات. ليه أوقات بنفهم كلام اللي قدامنا بطريقة مختلفة تماما عن قصده الفعلي؟ عمرك زعلتي من كلمة وبعدها اكتشفتي إن الشخص التاني كان قصده مختلف؟ طيب عمرك دخلت نقاش وتحول لمعركة مع إن الموقف نفسه كان أهدى بكتير من رد الفعل اللي اتحرك جواك؟ الحقيقة إن إحنا أوقات بنشوف الناس من خلال تجاربنا القديمة، من خلال الوجع والأفكار المختزنة جوانا. ممكن حد يقول كلمة عادية جدا لكنها لمست وجع قديم، فتحولت فجأة: أنا غير مهم، أنا مرفوض، أنت بتحاول تقلل مني، مع إن الطرف التاني قصده الحقيقي ممكن يكون أبسط من كده بكتير. العقل بيحاول يحمينا طول الوقت، فلما يلاقي موقف شبه ألم قديم يبدأ يكمل القصة بسرعة ويتحرك على أساس الخوف بدل الوضوح للحظة الحالية. عشان كده أوقات كتير رد الفعل بيكون مرتبط بالماضي أكتر من الموقف نفسه. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لأن الظن بيخلي الإنسان يبني مشاعر كاملة على تفسير داخلي بدون الحقيقة اللي حاصلة دلوقتي قدام عينه. وده بيظهر جدا بين الأزواج. زوجة بتسمع سكوت زوجها فتشعر بعدم الاهتمام، وزوج بيسمع عصبية زوجته فيشعر بعدم التقدير. كل واحد فيهم بيبدأ يرد على المعنى اللي جواه بدل ما يحاول يفهم قصد اللي قدامه بهدوء. خلينا نجرب النهاردة خطوة بسيطة جدا. قبل ما تفسري أي موقف بسرعة اسألي نفسك: أنا شايفة الحقيقة ولا في وجع قديم اتحرك جوايا؟ وبعدها جربي تسألي الطرف التاني بهدوء: ممكن توضح لي قصدك أكثر؟ السؤال ده بسيط لكنه أوقات بيفتح باب فهم جديد تماما جوانا. وافتكري دايما بداية الحكايات كلها جواكي. ركزي وهتكتشفي لوحدك. خلينا النهاردة نجرب. على أي موقف يضايقك تدي نفسك لحظة هدوء قبل التفسير واسألي نفسك: ايه الجزء القديم اللي اتحرك جوايا دلوقتي؟ شاركينا في التعليقات لو حسيتي ان نفس المواقف بتتكرر في علاقاتك ونفس الوجع بيتفتح كل مرة. جلسات الكوتشنج بتساعدك تشوفي الجذور دي بوضوح وتفصلي بين الماضي واللحظة الحالية. الحلقة الجاية هنتكلم عن موضوع مهم: ازاي اللوم المستمر بيستنزف علاقتنا بنفسنا وباللي حوالينا، وازاي نرجع لنفسنا بوعي بدل القسوة والجلد الداخلي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كان معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك على إذاعة الشرق الأوسط.